اهلا بيكم في حلقه النهارده هنتكلم عن البي سي دبل اي. ايه هي البي سي دبل اي؟ هل بتساعد في زياده تخليق البروتين؟ طيب هل بتزود فعلا الانسولين؟ وايه الجرعات المناسبه ليك او ليكي وتستخدمه ازاي؟ وكمان الاكل اللي بيكون فيه كميه كبيره من البي سي دبل اي. كل ده هتكلم عنه، فمحتاجك تركز معايا قوي عشان ما تفوتش ولا معلومه. يلا بينا. ايه بقى هو البي سي دبل اي؟ اول حاجه جسمك بيحتوي على 20 حمض امين، وممكن ينتج 11 نوع من الاحماض الامينيه بشكل طبيعي، اللي هم الاحماض الامينيه الغير اساسيه. اما بقى التسعه الباقيين فهي الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جسمك مش بيصنعها. في الحاله دي بنحاول ان احنا ندخله من الاكل. كمان بنستخدم الاي اي اي، واتكلمت عن الاي اي اي، تقدر ان انت تشوف الفيديو بتاعه، هتلاقي مصادر الاكل اللي انت تقدر تاكلها وتحصل على الاي اي اي، او ان انت تستخدم الاي اي اي ازاي. وبرضو اتكلمنا عن الاي اي اي فيديو، تقدر ان انت تخش تشوفه، هتلاقيني بشرح مكمل الاي اي اي بالتفصيل، زائد ان انت ازاي تاخد الاحماض الامينيه الاساسيه من الاكل بتاعك. طيب البي سي دبل اي هو بيفيدني في ايه؟ من اهم فوائد البي سي دبل اي اللي هو زياده تخليق البروتين، وطبيعي اي رياضه بتحتاج زياده تخليق البروتين. كمان البي سي دبل اي بيزود من حساسيه البنكرياس، وده بيؤدي الى انتاج الانسولين. والبي سي دبل اي بيقلل من وجع العضلات في تمارين التحمل والمقاومه. اضرار البي سي دبل اي، هل هو ليه اضرار فعلا عليا ولا لا؟ مفيش اي بحث اثبت ان انت ممكن تتضرر او البي سي دبل اي ياثر عليك في اي حاجه في جسمك، ادام ان انت بتستخدم الجرعات المثاليه ليه. لكن لو انت استخدمته بجرعات مش طبيعية اكيد هتتضرر، زي اي حاجة تانية من الاكل الطبيعي. لو استخدمتها بشكل غير صحيح هتتضرر. طيب ايه الطريقة اللي انا هستخدمه بيها وتكون بشكل صحيح عشان ما الاقيش ان انا اتضريت في اي حاجة؟ اول حاجة، ايه الجرعات اللي انت ممكن تستخدمها عشان تلاقي نتيجة مرضية بشكل سريع شوية؟ في تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 1985 على ان الشخص البالغ بيستخدم ما لا يقل عن 34 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزنه. مع ذلك ان احدث الدراسات اثبتت ان نسبة الاستهلاك ممكن توصل ل 144 ملي جرام لكل كيلو جرام. البنات بتحتاج قد ايه من البي سي دبل اي؟ ما يقلش عن 9 جرام من البي سي دبل اي يوميا. والرجالة برضو ما ينزلش عن ال 12 جرام يوميا، يعني الرجالة 12 جرام والبنات 9 جرام، ما يقلوش عنه. بس لو انت رياضي وبتتمرن تمارين مقاومه وشده عاليه بشكل مستمر، في الحاله دي ممكن تحتاج البي سي دبل اي، بالذات لو انت مش بتاخد نسبه البروتين الكافيه من نظام الاكل بتاعك. ومعظم الدراسات اللي اتعملت ولاحظوا فوائد من البي سي دبل اي على الرياضيين كانوا بيدوهم من 10 ل 20 جرام يوميا. من 10 ل 20 جرام ده افضل كميه تقدر ان انت تاخدها لو تمرينك جامد شويه. احسن وقت ممكن تاخد فيه البي سي دبل اي قبل او بعد التمرين او اثناء التمرين، او ممكن تستخدمه الصبح او قبل النوم. طيب انت دلوقتي مش عايز تاخد البي سي دبل اي، ممكن تعمل ايه علشان تاخدهم من الاكل بتاعك؟ في حاجات كتير ممكن تاكلها وهتلاقيها متوفره معاك بسهوله، زي عندك اللحمه والفراخ والسمك، وبرده الفول والعدس. اللبن برضو فيه 2 جرام لكل 250 ملي، اللي هو كوبايه. برضو البيض هتلاقي فيه 1.5 جرام من البي سي دبل اي لكل واحده كبيره. والمكسرات هتلاقي فيها 1 جرام من البي سي دبل اي لكل 30 او 28 جرام. وبكده هنكون شرحنا البي سي دبل اي كله. لو في حاجه انت مش فاهمهم ممكن اكتب لي في الكومنت وانا هرد عليك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واكتب لي رأيك في الكومنت. وتقدر تشوف اهم 8 مكملات ممكن ان انت تستخدمهم او تقدر ان انت تاخدهم ازاي من الاكل. اخر الفيديو هتلاقيني حاطط لك بلاي ليست فيها اهم 8 مكملات ممكن تستخدمهم، هتلاقي ليهم الاكل بتاعهم والمكملات. يعني انت لو مش عايز تاخد المكملات تاخدهم ازاي من الاكل، وبشرح لك كل حاجة فيهم بتفيدك في ايه واضرارهم عليك هتكون ايه.